وصفتنا لليوم سودة البقر، طريقة طيبة وسهلة. بتمنى تتبعوا هالوصفة، ومش مشترك بالقناة بتمنى يشترك. ويلا نبدي أنا وياكم بالمقادير. عندي هون كيلو من السودة، غسلتها وحطيتها بالمصفاية تتصفي من المي. بعد ما صفت من المي بنبدأ بالتقطيع. مثل ما كنتوا شايفين السودة بيطلع عليها مثل الجلدة، فينا نسلخها نقيمة عنها وفينا نتركها، بس أنا حبيت قيمة عنها. بعد ما امتع عنها هلأ بنبدي بتقطيعها. منقطع السودة بشكل لا تكون صغيرة ولا تكون كبيرة، حسب الحجم اللي بتحبوه. وفينا نعمل سودة البقر أو سودة الغنم، السودة اللي بتحبوها. انتهيت هلأ من التقطيع، بنحطها على جنب. بيلزمنا بصلتين حبة وسط. بنبدأ بتقطيعه هون بهالشكل. رح نعملهم بشكل يكونوا جوانح. حلو نعمل حجمهم بهالشكل، لا يكونوا سماك ولا يكونوا رفاع كتير. بعد ما خلصتهم بنبعدهم عن بعضهم وبنزلهم هلأ بالسخانة. هلأ صاروا عنا جاهزين. بيلزمنا حبتين من الفليفلة الحمراء. هلأ إذا كنتوا بدكم تعملوا نص كيلو فيكم تحطوا حبة، مثل ما حطيت حبتين بصل بحط حبتين فليفلة، ومنقطعهم بهالشكل يكون لا رفيع مثل البصل ولا سماك. هلأ انتهيت من التقطيع، بنروح للبصلة بنعليها على النار وبننزل شوية زيت ونولع النار. بنحركها شوي وبنخليها لحتى تدبل البصلة، وراح فرجيكم كيف رح زي ما بتكون. وبنخلي النار تحت البصلة يكون وسط، ما نعلي كتير. وهلأ صارت عندي البصلة دبلت. بنرفعهم على البصلة وبنحطها بصحن. نرجع بننزل شوية زيت، ما بنكتر زيت، بتكتفي بهالقد. وبننزل السودة المقطعة ونبلش نحركها شوي. وبنرجع بنبلش ننزل هلأ البهارات. معلقة وسط 7 بهارات، معلقة وسط بهار أسود. بنحركهم شوي. وبنزل ربع المعلقة من القرفة بتعطيها نكهة حلوة. وبنحركها وبنقليها للحم منيح. أنا قليتها هلأ، سرعت الفيديو أكيد قليتها منيح. وهلأ بعد ما قليتها بنزل هلأ الفليفلة وبنحركهم مع بعضهم. وبغطيهم وبتركهم تقريبا على النار. بعد ما غطيهم 10 دقايق. بعد ما تركتهم 10 دقايق برجع برفع الغطا، بحركهم حركة كمان وبرجع بغطيهم حتى تستوي عنا الفليفلة بشكل سريع. كمان تركتها 10 دقايق. بعد ما تركتها 10 دقايق رفعتها. بعد ما صارت عندي الفليفلة مستوية بنزل هلأ البصل المقلي وبحركهم مع بعضهم. بيلزمنا تقريبا شيء معلقتين كبار من ثوم المقطع. بنحركهم منيح مع بعضهم. بنزل ملح تقريبا 3/4 المعلقة أو نص المعلقة، الملح حسب الرغبة. بنزل حامض تقريبا داسة. الداسة اللي عودتكن عليها يعني كوب الشاي الاستكانة الصغيرة. هلأ بخليهم يغلوا مع بعضهم تقريبا 10 دقايق. صارت عندي جاهزة، برفعها عن النار بسكيبها بوعاء يكون للتقديم. وشوفوا منها منظر والطعم أطيب. وبزينها بشرائح الحامض ورشة بقدونس خفيفة كمان للطعم وللمنظر. وبقلكن ألف صحة وهنا. شوفوا منا منظر عن جد بتشهي. وناطر تعليقاتكم وتعطوني رأيكم، وما تنسوني أكيد من اللايك حتى تشجعوني. وهيدي الوصفة اللي بناكلها أكيد بالخبز مع البصل. وشوفوا ما أطيبها مع البصل. هي اللحمة إذا ما أكلتيها مع البصل ما بتطلع طيبة. وغمسوا بالزوم مع الحامض والثوم وطالعة بتشهي دمعة. بتمنى تجربوا هالوصفة تعطوني رأيكم. وبتمنى مش مشترك بالقناة يشترك ويفعل الجرس.
وبقلكم إلى اللقاء، وإذا الله السلام عليكم.